ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. محتار على الاكل ومش عارفه تعملي ايه. انا جايبه لك وصفه النهارده تحفه قوي وجميله وعلى قد ايدك. من ربع كيلو بانيه هتعملي اجمل اكل عندك في البيت. زي ما انت شايفه هتجيبي ربع كيلو من البانيه، ربع بس فقط. وهتجيبي كوبايتين من المكرونه، وهتجيبي حبايتين من البطاطس. اهم حاجه يكون المكرونه مسلوقه والبطاطس تكون مسلوقه. زي ما انت شايفه هنضيفهم كلهم مع بعض في الخلاط في الكبه، وهنفرمهم فرمه كويسه. وبعد ما تفرموا كويس هنضيفهم في البولة. وبعد كده هنضيف عليهم نص معلقة من الملح، نص معلقة من البصل البودر، نص معلقة من الثوم البودر، نص معلقة من الفلفل الأسود. وهنضيف عليهم فيجيتار، طبعا بأي نكهة انت حباها، بالشطة او بالطماطم اللي انت حباه. لكن انا ضفت بالطماطم ما ضفتش بالشطة علشان خاطر انا عندي اطفال، فده اختياري طبعا، وعلشان كمان يمسك معانا الخلطة كويس. بعد ما نقلبهم كويس كده زي ما انت شايفة، هتجيبي بقى صينية عندك، هتعمليها بالفرشة بالزيت كده. وبعد كده طبعا هتحاولي اللي انت تعملي الخلطة اللي احنا عملناها، هتسويها كده بايدك بزيت علشان هي هتفضل تمسك في ايدك كل شوية. فانت الاحسن تعملها بزيت او بمية. وبعد كده طبعا بعد ما خلصناها هنضيفها في الفريزر او في التلاجة عشان تمسك معانا. وبعد كده طبعا بعد ما جمدت معانا هنقطعها. طبعا عاوزة تقطعيها قطع صغيرة قطع كبيرة، دي اختياري. وبعد كده هنجهز الخطوة التانية. هتجيبي 3 من البيض، ومعلقة من الخل. طبعا مبين لكم هي بالطين بس انا حطيت 3 بعد كده. نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، وعلى اضربهم كده مع بعض. طبعا الخطوة ديت اختياري، طبعا لو عندك بصمات تمام اللي انتي تحباه واللي انتي ترتاحي فيه. زي ما انت شايفة طبعا هي جمدت معايا، فانا هشيلها كده بالراحة زي ما انت شايفة كده بالمعلقة. وبعد كده هنضيفها على البيض، هتقلبيها كده. طبعا تقلبيها كويس زي ما انت شايفة كده، وتربعيها تخليها مربعة حلوة. هنكون طبعا مسخنين الزيت. وطبعا مش تستعجل عليها وتعلي عليها النار، يخلي النار في المتوسط. هتقلبيها اللمة التانية. زي ما انت شايفة طبعا هشة قوي وجميلة وتحفة جدا. وكمان عملتي بحاجات بسيطة جدا، من ربع كيلو دجاج عملتي أجمل جرثمي. طبعا الأولاد مش هتصدق اللي انت عاملة الحاجة الحلوة ديت في البيت. ما شاء الله، كمان أحلى من انت بتشتري من بره، وكمان حاجة مضمونة انت عاملاها في البيت. طبعا من اقل حاجة عملت اجمل اكل عندك في البيت لاولادك. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك، اتمنى منك ولايك بشير، اتمنى منك بدعوة حلوة. مع الف سلامة.